يا صباح النشاط والرغاوي. النهارده روتين صعب جدا، هنغسل السجاد البيت كله، الصاله والاوض. بس اوضه الصالون مش هغسل سجادها لان هي مفروشه كده سجاد وحافظات محدش بيدخلها زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. طيب النهارده هنغسل سجاد الاوض كلها، وسجاد السجاد ده يا بنات سجاد كوليكشن او سجاد الخفيف بتاع الصيف. عندي فرشه للصيف وفرشه للشتاء للصاله، انما للاوض لا. هوريكي بقى البرندة بتاعتي وقد ايه ان هي في جو جميل جدا وواسعه، وبغسل فيها السجاد بتاعي بمنتهى السهوله جدا وبالخرطوم بقى، واديله ادي زي ما بيقولوا. احلى طريقه انا بستعملها بجد او بعملها للسجاد بتاعي بيبقى فله 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 كده، شوفي في الاخر عامل ازاي. انك بحطه على الحيطه وبالخرطوم كده بقى، وما شاء الله احنا عندنا بقى عشان الندور ارضي وكده، فالميه عندي شديده وكويسه الحمد لله. يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. قبل اي حاجه نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هشيل السجاد بتاعه زي ما قلت لك، انا دور ارضي وبيت قديم. البيت بتاعي البلاط بتاعه اللهم اجرنا. بصي استعملت معاه كل الطرق وكل الحيل علشان ينضف، والله ما بينضف. هو بيت بلاط قديم من ايام مامة جوزي اللي هي حماتي يعني. فاللي هم ما غيرهوش وقالوا خلاص هنبقى نعمل بعدين سيراميك وكده، وانتوا عارفين بقى اللي بيتقال ما بيتعملش اصلا وكلام من ده. فاللي هو الحمد لله على كل حال. انا راضيه ومبسوطه والله العظيم ببيتي. بيتي مليان دفى كده وبحبه، واسع ومريح على ارض زراعيه كده. فاللي هو الفيو بتاعه او الشكل بتاعه جميل جدا ومريح. انا بحب اقعد في البرندة بتاعتي دي، وبغسل فيها السجاد بتاعي وبغسل فيها كل حاجه. هي واسعه، هي حتتين كده، زي حته واسعه اللي انت شايفاها دي وحته رفيعه كده من الاخر هتشوفيها دلوقتي. بدات بقى ان اغسل السجاد ده. انا جايبه السجاد يا بنات الكوليكشن دوت او الصيفي ده، بيبقى خفيف جدا يعني. بغسله الصبح كده واسيبه يتصفى على السور بتاع البرندة، عفوا. وبعد كده بشيله وبيتفرش في نفس اليوم، لان بيتصفى لان هو عامل شبه السجاد الصوف كده، اللي هو خيوطه واسعه. فبيتصفى وبيبقى تمام وفل وما شاء الله بينضف في ساعتها. وخفيف عليا خفيف عليا لان انا ما بقدرش اشتري السجاد التقيل عند ظروف كده. اللهم عافينا وعافيكم. فاللي هو انا ما بقدرش، ابني طبعا بيساعدني، ربنا يخليه لي يا رب كده ويبارك فيه. خلوا ولادكم يا بنات يساعدوكوا في كل حاجه، خلوهم يشاركوكوا في كل حاجه. يعني معلش احنا في المدارس ما بنخليهمش يعملوا اي حاجه، بس في الاجازه معلش خلوهم يعملوا ويساعدوكي. انت مامتهم وتعبت علشانهم، ما تقوليش لا انا مش عايزه، ما تقوليش لا بنتي ما بتعرفش او ابني ما بيعرفش. لا لازم تعلميهم. انا معلمه اولادي بيرتبوا الاوض بتاعتهم، يعني الولد زي البنت. الولد بيرتب الأوضة بتاعته، بيرتب السرير بتاعه وبيشيل هدومه وبيوديها الغسالة وبيشغل دورة الغسالة عادي خالص. والبنت نفس الكلام، صغيرة كبيرة بتعمل، كل واحد وطاقته، كل واحد ومقدرته، كل واحد وصحته. يعني مش هخلي الكبير يشتغل زي الصغير، بس انا معوداهم على كده. ولو في يوم من الايام لا قدر الله نمت او تعبت او اي حاجه بيشتلوني، ولو محدش يشتلني مش بزعل واقعد في جنب اعيط واقول لا اولادي وازعل واتقمص، لا انا بعاتب. وعاتبي الجيل ده، عايز اللي ينبهه، عايز اللي يقول له انت ما عملتش ليه. هو مش اخد باله، هو ملبوخ في التليفون والتلفزيون والنت والكلام ده، هو مش اخد باله. هو بيحبك وبيعبد مامته وباباه وبيحبهم وكل حاجة، بس الجيل ده مش اخد باله. عاتبي وتقمصي وزعلي وقولي لابنك ولبنتك ليه ما عملتليش كده. انا بعمل كده. عشان كده لما بكون هغسل سجاد او هعمل حاجة مشقة مثلا، يعني ابني ربنا يصلح حاله يا رب ويبارك في صحته برغم ان هو تعبان، بس مرضاش وحلف ان هو لازم يساعدني في غسيل السجاد. وبصراحة ساعدني جدا هو وبنتي، فالله يبارك لهم كده وادهم الصحة ويخليهم يا رب كده ويحرسهم. البنات الحنينه والاولاد الحنينه عامه سواء ولاد وبنات، فهم رزق رزق من ربنا ان ولادك يحبوك برغم اللي انت بتعمليه. يعني برغم ان انت بتعصبي عليهم، بس والله لمصلحتهم. انا غسلت السجادتين، هما سجادتين شبه بعض كده، وكان في حته طرقه كمان بس انا ركناها مش محتاجاها، لان مش بحط السجاد تحت الكنب او الانتريه او الركنه في الصيف عشان بشتله كتير بقى وبنفضه عشان الحر وكده. فاللي هو ده سجاده الاوضه بتاعت الاطفال، أوضة
لاد يعني، فاللي هم كام قطعه كده، لان ايه البتاع، فبهبط كده بسرعه. والفرشه اللي انا بستعملها دي يا بنات من الفرش الجميله جدا اللي ساعدتني وخلتني ان انا ما بوطيش. انا من نوعيه اللي باجي اغسل السجاد بقعد فيه برجليا، يعني ايه، بقعد على ركبي واشتغل بيه. فاللي هو لا، هي دي ساعدتني وكلام من ده. فانا بعمل شويه وابني بيعمل شويه، انا بعمل شويه وابني بيعمل شويه، بنتي بتعمل شويه. فاللي هو نساعد بعض علشان ربنا والله بيبارك لهم، زي ما احنا ساعدنا مامتنا وزي ما ساعدنا ما بنساعدهم. فاللي هو ربنا يبارك لهم في صحتهم. عايزه اقول لك ان مهما جبت من خلطات، اوعي حد يضحك عليك ويقول لك اعملي خلطه كذا للسجاده واعملي خلطه مش عارف ايه للسجاده وما تحطيش برسيل ومش عارف ايه. عايزه اقول لك ان البرسيل اللي في اكياس اللي هو اي نوع برسيل، اي نوع برسيل انت بتحبيه، باهي، ليدر، برسيل نفسه، اريال، بصي اكسترا، اي حاجة انت بتحبي تستعمليها. فالبرسيل الحبيبات اللي في اكياس هو احسن حاجة بتنظف السجاد. اللي بقى يا بنات بيطلع زي سخونة كده في السجاد، فبتعمل على نظافة، ونظافة جامدة جدا، نظافة حلوة قوي، وبترغي وبتخلي السجاد فل بجد. ساعة ما بتغسلي السجاد بالطريقة ديت، انا عايزة اقولك ان هو بيبرق وبيرجع كأنه جديد. فاللي هو انا والله جايبه لكل السجاد دوت والمشايات كيس برسيل ب50 جنيه كيلو. فاللي هو قعد معايا غسل معايا كل السجاد ده، وفضل كمان نص الكيس. عايزه اقول لك ان فضل كمان نص الكيس غسلته بهدوم. يعني كل الكميه اللي انا برشها دي، ده مش حاجه، ده مش حاجه خالص. جايبه اللي هو اسمه بريل، طلع جديد والله يا بنات، حلو جدا واستعماله لطيف جدا جميل جدا، وبرغي حلو قوي، وحلوه كمان في الغسيل بتاع الهدوم. انا ممكن اقول لك حطي اضافات في غساله عادي خالص، انما في السجاد انت ممكن تجيبي تحطي معطر عشان يبقى ريحته حلوه مع البتاع، حطي كلور عشان تنضفي لو في بقع. انما ما تستغنيش خالص عن البرسيل الاكياس، لان هو بيدي سخونه كده او سخونيه في السجاده، بصي بيحارب كل حاجه، بيطلع كل حاجه كده، وبيخلي السجاده بتزهزه كده زي ما بيقولوا، الوانها بترجع كويسه جدا. انا البرندة دي يا بنات عامله لي اللي هو ايه، شايله عني هم كبير جدا. لا بقى بدخل الاوضه واغسل فيها، ولا الصاله اغسل فيها، ولا الحمام بتاعي صغير، ولا المطبخ، ولا كلام من ده، لا لا لا، مفيش عندي الكلام ده خالص. انا بغسل كده في البرندة، وبعدين بلف السجاد، يعني بغسله كله، وكل سجاده برومها كده والفها وارفعها على الحيطه تصفي، عشان اعرف افردها على السور، وابدا بقى بالخرطوم كده اشطفها، وتشطيفه تشطيفه تشطيفه بجد، اللي هو مش تشطيف بقى من الكوز وكلام من ده. فدوت بقى ايه مميزات الدور الارضي، ان انت عندك برندة كبيره بتعرفي تغسلي فيها، محدش بقى يقول لك نقطي عليا سجادك بينقط عليا سجادك مش عارف ايه، كبيوت عيله يعني، ومقدرك بيوت العيله. فانا لا، مش في بيت عيله، انا لوحدي كده مع نفسي. فاللي هو ايه احلى حاجه في الموضوع البرندة دي يا بنات اللي انا فيها ديت، يعني باصه كده على الارض الزراعيه، وباصه كده على الشجر. فاللي هو احنا كنا ايه بنغسل السجاد. اللي ماشيه البومه دي انا بحبها جدا، مش عارفه انا جبتها بومه ليه، بس انا كل ما اشوفها اضحك بجد عليها، ومسمياها هاتي المشايه البومه ودي فيش المشايه البومه. فاللي هي ايه والله بجد عسوله قوي البومه اللي عليها حدقه. فاللي هو جميله يعني الصراحه، يعني بحبها. خلصت السجاد كله اهوت زي ما انت شايفه، الحمد لله والشكر لله. كان يوم صعب بالنسبه لي جدا. كمان كنا في الحر قوي، اللي هو الاسبوع اللي جه حر ده يا بنات. قلت لا بقى ما اديهاش بقى، لازم اشيل السجاد. وجا بقى ظروفه ان انا شيلته. وفي اليوم الحر ده، اليومين اللي هم الحر ده، بس انا كنت بغسل بقى بالميه، وكنت منتعشه. وكمان ساعه ما بتغسلي كده بالميه والبرندة وتبقي ماشيه في الميه كده، وكمان في الهواء كده الطلق زي ما بيقولوا، ومفيش حاجه بينك وبين السما. فاللي هو انت ايه الهوا كان بقى جاي من كل حته، وكان يوم جميل. والاولاد ما كانوش عايزين يدخلوا من الميه من كتر ما هي، احنا منتعشين بجد، احنا منتعشين. فاللي هو انا غسلت السجاد، وبنتي ربنا يصلح حالها هي اللي طبخت، عملت لهم كده اكل بسيط. في اليوم دوت بنعمل اي اكل بسيط كده علشان مبنبقاش قادرين. طبعا شايفه السجاد كله اتغسل وصفيته اهوت على العصفور علشان يصفي. يا بنات اوعي تفرديه وهو بميته، هيبقى تقيل قوي عليك. شايفه الفيو يا بنات، شايفه الارض، شايفه الزرع والشجر، جميل قوي. تعال بقى اقول لك على التشطيفه بتاعت الجنان اللي بصي كل جيراني واصحابي بيحسدوني عليها، يقعدوا يقولوا لي بجد انت سجادك بيبقى منور من التشطيفه بتاعتك الحلوه دي. بشطفه بقى بالخرطوم. هقول لك حاجه، لو انت ما عندكش خرطوم او ما
عندكيش مثلا برندة او كلام من دوت وهتعمليه في البلكونه وكلام من ده، فاللي هو بصي حاولي ان انت حتى تشطفيه جوه البلكونه. يعني لو عندك حته خرطوم كده صغير يوصلك من الحمام مثلا للبلكونه، حاولي ان انت تشطفيه في البلكونه. طبعا بيبقى فيها اللي هي الماسوره دي او المزراب ده، فاللي هو يكون بعيد قوي عن الناس، يعني ما تاذيش حد. بس لو انت مش فيه غسيل، والله يا بنات برضو كل واحد وامكانياته، كل واحد وظروفه، في البيوت فيها في كل بيت فيه مميزات وفيه عيوب. يعني انا عيب بيتي ان هو دور ارضي ومش بعرف افرش السجاد طويل قوي عشان ما يطولش الارض، مع ان البرندة عاليه مش واطيه. بس طبعا شايفين كمان الدور الارضي الحيطان متاكله رطوبه جامده جدا. انا عملت الصاله، يعني ظبطت الصاله بحاجه كده مميزه جدا، يعني يمكن ما تخطرش على بال حد. لا جبت بقى ورق ولا عملت سيراميك ولا كلام من ده. هقول لك انا عملت ايه في الصاله، اما اوريكي الصاله بعد كده هتشوفي ان انا عملت حاجه جميله جدا للبنات اللي عندها دور ارضي او عندها حتى في الدور التاني وعندها رطوبه من البيوت ملزقه في بعضها. هقول لك على فكره جنان، هي بصي مش مكلفه والله، بس هتعيش معاك العمر كله. لعدت هتلاقي بقى، لا هتشوفي المنظر اللي هو بتاع الحيطه اللي واقعه ديت ولا المقشره دي ولا اي حاجه. فاللي هو ايه، هتاخدي كده الصاله من اولها لاخرها. انا هعمل الصاله بعد كده في فيديو تاني هنضفها وهوريكي الطريقه، وهوريكي اللي انا حطاه على الحيطه شكله ايه. فاللي هو انا كده شطفت السجاد بتاع اوضه النوم الاول، بقى شطف السجاد الصغير، وعندي كده منشر الناحيه التانية، يعني مش هي البراندة كده بالطول، فاللي هو عندي منشر في الناحيه التانية. فاللي هو ايه، انا بشيل السجاد الصغير ده وبحطه وراها على حبال كده، فاللي هو ايه بينضف جدا وبيتشمس لان هي كلها شمس الناحيه التانية. وبصي احنا دلوقتي حوالي الساعه 12 الظهر، فاللي هو الشمس لسه ما طلعتش، ما جاتش الناحيه ديت، ما جاتش، ما لفتش يعني وجهه البراندا من الناحيه دي. بس الناحيه التانية فيها الشمس، فهحط فيها السجاد الصغير ده والمشايات، سجاد اوضه النوم والمشايات هيتحطوا في الناحيه التانية في الشمس. حوالي على الساعه 3 العصر كده بتبدا الشمس تلف الناحيه التانية، وتيجي بقى على السجاد الكبير بتاع الصاله اللي هو الكوليكشن ده او اللي هو الكمبيوتر ده، وبتيجي تبدا تيجي عليه. بس إيه اخر النهار كده او قرب العصر يعني زي ما بيقولوا. الخرطوم ده يا بنات بصي بيطلع كل الرغاوي بتاعه الصابون بقى، بتاعه البرسيل بقى اللي احنا حطيناها، وبيطلع كل انا بعشق غسيل السجاد في الصيف. بصي ببقى بص ميه ميه كده، وبص مش عايزه اسيب الخرطوم، مش عايزه اسيب الميه، بحب العب بالميه وبحب العب بالرغاوي جدا. وولادي بيقعدوا يتخانقوا مين اللي عايز ينظف السجاده او يشطفها. انا طبعا بشطف من جوه البرندة كده. وعاملين يا بنات يعني البرندة دي فيها باب، زي ما قلت لك قبل كده ووريتك في الفيديو اللي فات، بيبص على فيها باب للصالون نفسه جوه البرندة. يعني شقتي ليها بابان، كان لها 3 والله يقفلوا، مش عارفه عاملين 3، كانوا عاملين 3 ليه؟ تقريبا مغارة علي بابا. فاللي هو انا قفلت الباب اللي في الصالة التاني، وسبت بابين بس، اللي هو باب الصالة الرئيسي وباب أوضة الصالون. طبعا كانوا زمان بيعملوا باب لأوضة الصالون علشان لو ضيوف غريبة ولا حاجة ما يدخلوش جوه البيت وكلام ده، بس سبته حلو. فاللي هو جوزي بقى عمل لي عتبة ليه علشان المية ما تدخلش اوضه الصالون. يعني انا فرشه اوضه الصالون سجاد وحافظتها عليه ومنضفاها ومروقاها ومقفلاها، مفيش اي حاجه فيها خالص. طبعا البنت اللي كانت بتصور وهتخيلكوا بقى شمال ويمين صغيره بقى مش عارفه تمسك التليفون كويس، بس كتر خيرها والله يعني انقذتني، علشان ان انا اختها كانت بتطبخ، عشان ان انا اقدر اصور لكم ازاي بشطف. وكمان ربنا يصلح حاله جوزي كمان فتح لي فتحة في اخر البرندة بعيد خالص في الناحية التانية، اللي هي تنزل المية في الشارع على طول بقى. لا هلم بقى ولا هجيب كوز والم وجردل وكلام من ده، لا لا خالص. انا بجيب مقشة او مساحة وبشد المية ديت لاخر البرندة كده، حتى من تحت الطاولة دي بتتركز المية لان هي مايلة شوية. البرندة مايلة شوية من الناحية دي ومن آخر كمان. فاللي هو بشد بس المية كده بالمساحة أو بمقشة، وبتبقى تمام التمام، وبتنزل كلها على الشارع الناحية التانية. يعني أنا مش بتعب في أي حاجة. وبعد كده بجيب اللي هي الشرشوبة وبنشف بيها. وطبعا السجاد بيصفي، بس كل ما بيصفي هو بيروح الناحية التانية. شايفين في آخر البرندة دي في فتحة كده بتنزل على الشارع التاني، ما بتنزلش قدام البيت، يعني بتنزلش المية قدام البيت عشان ما تعكش الدنيا، لا هي بتنزل في الناحية التانية.
فاللي هو ايه، بص احنا مظبطينها كده ومنظمينها. اول ما اتجوزت ما كانتش كده، كانت الميه بتطلع تجري بقى عند الصالون وكلام من ده. بس انا جات لي الفكره دي، قلت له لا احنا عايزين نعمل عتبه عاليه علشان الميه. فقال لي تمام، فجبنا وعملنا العتبه اللي هي بالجرانيت ده. وعملناها. وبعد كده وبرضو باب الشقه له عتبه، يعني البرندة دي محكومة، المية بتخشش عند الصالة خالص ولا البيت خالص. هي المية كلها، شايفين المية كلها بتجري فين لو انت ملاحظة؟ المية كلها بتنزل على بتاع. شايفين بقى التشطيفة بقى و... وان هي ال... البرسيل كده ينزل كله كده بالطريقة دي. انا عايزه اقول لك ان السجاد بقى فله بقى فله بجد بالتشطيفه دي. انا شاطه في الناحيه دي، وبعدين بطلع بقى ورا الناحيه التانية في الشارع. طبعا مفيش عندي جنبي حد، كلهم البيت يعني بيبقى قدامه واسع، او قدامه حته ما بيمشيش منها ناس، يعني بتبقى هي حته البيت برضو يعني تبع البيت. فاللي هو بطلع بره، اما اطلع بره اشطفها برضو بالخرطوم، الخرطوم بتاعي طويل، واطلع بره انشطها الناحيه التانية. يا اما بقوم مستنيه شويه بس 5 دقايق يعني اخلص السجاده دي واروح للسجاده التانية تكون صفت. بقوم شايلاها وقلبها برضو ناحيه الصاله او ناحيه البرندة، وبقوم مخلصها. شايفين بقى الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ السجاد بقى منور، السجاد بقى فل. وكمان يا بنات لما بينشف والشمس بتدخل هنا، انا عايزه اقولك ان بيبقى فل الفل وقمر. بصي عايزه اقولك ان هو والله كانه جاي جديد. السجاد ده جميل قوي قوي يا بنات في الصيف والله، يعني انقذني بجد حقيقي. عايزه بقى اوريك حاجه جميله جدا انا زرعها جنب البيت، النعناع بتاعي نعنيعي. بجد النعناع ده جميل جدا، انا بقعد جنبه. وكمان الشجره اللي انا بعمل لها ديت ريحان. شجر ريحان جميلة جدا، ريحتها لو بتجيب عليها المية كفاية، بس ريحتها بتطلع كده عليكي وانت قاعدة في البرندة. تحفة تحفة تحفة. انا مش حاطة زرع على البرندة علشان بخاف ان القطط تدخل ولا حاجة تقلب الزرع وتبوظ لي الدنيا وتأكلي الدنيا. بس انا زرع يعني اخد حتة كده من جنب البرندة، جنب السلم بالظبط، جنب سلم البرندة، ومحوطاها كده او محدداها، وزرع فيها نعناع. وديت اللي انا بعملها اللي في الجنب ديت طماطمايه ابني اللي زرعها وبدات تنور ريحه، تطلع لنا طماطم وبناكلها جميله جدا، بتبقى مسكره وبناكلها كده كاننا بناكل تفاح. وكمان اللي انا بحط عليها ميه ديت اسمها ريحان. انا عايزه اقول لك ان ريحته تحفه تحفه تحفه، جميل قوي. الزرع ده جميل قوي يا بنات والله. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، حطي لايك واشتراك للقناه. وشكرا للناس اللي قالت لي كلام كويس جدا وشجعتني في الفيديوهات اللي فاتت. وشكرا برضو للناس اللي قالت كلام مش كويس واللي قالت كلام يزعل او يضايق. انا ما بتضايقش، انا اقوى من كده والله، ما بيهمنيش كلام حد. انا واثقه في نفسي قويه ومكمله. وطبعا شكرا لكل البنات اللي دخلت واتكلمت باسلوب كويس جدا. انتوا على راسي وانتوا حبايبي وانتوا يعني ربنا يكبر بخاطركم كده ويفرحكم وتحققوا كل ما تتمنوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.